تعالوا معايا نروح بعيد عن الضوضاء والدوشة، بعيد عن السياح وبعيد عن أي حياة طبيعية. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان كل جديد. في مكان مهجور، جزيرة اسمها بوفيليا. الجزيرة دي مش مجرد أرض، دي سجل حي لكل الرعب اللي عاشه البشر على مر السنين. كل صرخة وكل دمعة وكل موت ساكن هنا لحد النهاردة. تخيل انت واقف على الشاطئ والمية سودة وملهاش آخر، الريح بتعصف في وشك والضباب غطى المكان كله. كل حجر هنا عنده قصة، كل مبنى مليان أسرار. جزيرة بوفاليا بدأت أرض صغيرة، بس التاريخ المظلم بدأ لما الطاعون انتشر في إيطاليا. استخدموها كمكان لعزل المرضى، وهنا بدأ الرعب الحقيقي. في القرن التمنتاشر المرضى اللي عندهم الطاعون كانوا بيتم ترحيلهم فورا لبوفاليا، ومعظمهم ما كانش بيرجع. مئات البشر ماتوا هناك، وصوت الصرخة بتاعتهم فضلت معلقة في المكان. تخيل كده، كل يوم صرخات ودموع وخوف، وكل ده اتحفظ في الجزيرة لحد النهاردة. الجزيرة فيها مباني حجرية صغيرة، غرف ضيقة، وكل حجر فيها بيحكي حكاية ميت. الأرض كلها مليانة رعب، كل خطوة على الأرض بتخليك تحس بالمعاناة اللي عاشوها الناس دي. في سجلات قديمة بتحكي عن المرضى اللي حاولوا يهربوا، كانوا بيختفوا فجأة، ومن يومها الجزيرة دي أصبحت مسكونة بأرواح اللي ماتوا هناك. في القرن العشرين الجزيرة اتحولت لمستشفى للأمراض العقلية. التجارب النفسية اللي كانت بتتعمل هناك كانت وحشية جدا. المرضى عايشين في كابوس يومي، وأطباء بيتعاملوا معاهم بأسوأ، حد بيتعذب وحد بيصرخ وحد بيموت، وكل ده من غير أي سبب. المستشفى دلوقتي مهجورة، والغرف ضلمة، وأبواب بتطلع أصوات، وبعض الأدوات بتتحرك لوحدها، وصوت الصرخات لسه بيطلع من الحيطان. كل اللي دخل هناك بيحس إن في حد بيبصله في الضلمة. كتير من الطاقم استقالوا وناس اختفت، والبعض كان بيحكي عن خطوات في الممرات من غير حد. دي حكايات غريبة وهمسات، وأحيانا بيلاقوا ظلال بتتحرك لوحدها. في قصة عن حارس قديم اتقتل بطريقة غامضة، ومن يومها أي حد بيدخل المستشفى نص الليل بيسمع صرخاته، وكتير بيشوفوا ظله بيجري بين الغرف. المرضى كانوا بيشوفوا أشخاص مش موجودين، بيتكلموا معاهم وأحيانا بيتعاملوا معاهم وكأنهم حقيقيين، واللي شافوا ده خافوا جدا. في ناس حاولت تدخل الجزيرة بطريقة غير قانونية، كتير تاهوا وكتير حسوا إن حد بيتابعهم، وصرخات ودموع، وأحيانا بيشوفوا أشباح المرضى بيمشوا. الصحفيين والباحثين اللي حاولوا يوثقوا الجزيرة لاحظوا حاجات غريبة جدا. درجات حرارة بتنخفض فجأة، وأصوات خطوات من غير ما يكون في حد، وكاميراتهم بتصور ظلال بتتحرك لوحدها. اللي دخل الجزيرة كان حاسس إن المكان مش بس مهجور، المكان بيتنفس رعب. كاميراتهم سجلت حركات غريبة، وضباب بتظهر فجأة، وأبواب بتتحرك، وأصوات صراخ مش مفهومة. أحيانا تلاقي نفسك بتسمع همسات من غير أي سبب. الباحثين قالوا كل موت وكل صرخة وكل معاناة اتجمعت هنا عملت طاقة سلبية مخيفة، لدرجة إن أي حد بيقف هنا بيحس بيها على طول. وفي واحد من الصحفيين قال حسيت بحاجة بتبصلي وضل على الحيط جنب الباب، كأنه مستني يهاجمني وأنا مش قادر أتحرك. ناس كتير حسوا بالرهبة نفسها. الجزيرة مش بس مكان، الجزيرة كابوس حي. النهاردة في مغامرين بيدخلوا الجزيرة بطريقة غير قانونية، وأخطرهم بيخرجوا وهم مش قادرين يشرحوا اللي شافوه. واحد منهم قال كنت ماشي في الممر، حسيت حد واقف ورايا، حد بيبصلي، ولما بصيت ما كانش فيه أي حد، بس حسيت بوجوده. في مغامرين شافوا ظلال بتتحرك في غرف ضلمة، وبعضهم شافوا شخصيات واقفة في زوايا بعيدة وفي ثانية اختفت. الجزيرة مليانة أساطير، بعضها حقيقي وبعضها خيال. الأسطورة الأكبر إن الأرواح اللي ماتت في المستشفى وفي الطاعون لسه ساكنة في الجزيرة، وبتلاحق أي حد بيدخل. والقصص القديمة بتقول إنك لو وقفت في غرفة معينة في المستشفى هتحس بالمرضى اللي ماتوا بصراخهم وبخوفهم حتى لو مفيش حد حواليك. والبحوث أثبتت إن أماكن الموت الجماعي بتسبب إحساس نفسي غريب، بيخلي أي حد فيها بيحس بالرعب بدون أي سبب.
وفي مغامرين وصحفيين وباحثين كلهم اتفقوا انهم شافوا وحسوا بنفس الظواهر، خطوات من غير ما يكون في حد، وابواب بتتحرك، وضباب غريب، واصوات صراخ بعيدة. الجزيرة مش بس مكان، الجزيرة كيان حي مليان بالرعب او الخوف. النهاردة الجزيرة مقفولة رسميا، اي حد بيدخلها يبقى بيخاطر بحياته. المباني المهدومة والممرات مظلمة، وحتى الشمس مش قادرة تخفف من الجو الكئيب. الزوار اللي بيدخلوا بطريقة غير قانونية بيحكوا عن أصوات بكاء وصراخ وأبواب بتتحرك، واللي بيشوفوا بعض المغامرين ظلال لأشخاص مجهولين، وأحيانا بيتحركوا معاك وكأنهم بيراقبوك. الجزيرة دي مش بس مكان مهجور، الجزيرة سجل حي لكل الرعب اللي عاشوا البشر اللي ماتوا هناك. ولو في يوم فكرت تزور الجزيرة، فكر 1000 مرة، مش كل حاجة في التاريخ ممكن تشوفها وتخرج منها سليم. جزيرة بوفيليا مش بس قصة رعب، دي شهادة على كل الرعب اللي عاشه البشر قبل مئات السنين، كل صرخة وكل دمعة وكل روح ضاعت لسه ساكنة هناك. الجزيرة دي خدت أرواح المرضى وأرواح اللي ماتوا بالطاعون وأرواح اللي اتعذبوا هناك، ومش بس كده، خدت كمان أرواح اللي حاولوا يكتشفوها، المغامرين والصحفيين وحتى الباحثين. كلهم حسوا بنفس الطاقة السلبية، نفس الشعور إن في حاجة أكبر من أي تفسير منطقي ما تتفسرش بالكلام، حاجة بتضغط على قلبك وعلى روحك. ولو انت وصلت لحد هنا يبقى انت كملت معايا الفيديو للآخر. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفك ان شاء الله على خير. بسلام.